تقع المدرسة العليا للأساتذة بورقلة بعاصمة الولاية، وهي في الآن نفسه عاصمة الواحات سابقا، والتي كانت تغطي جزءا كبيرا من الجنوب الشرقي الجزائري. وورقلة مدينة عتيقة ضاربة في عمق التاريخ منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا. كان لها عبر تاريخها الطويل حضور قوي في مسار التاريخ الإفريقي وتاريخ البحر المتوسط وشمال إفريقيا. فكانت ورقلة من ثم عاملا صانعا للحضارة ومحركا للتاريخ. لم تنقطع ورقلة عن دورها الرائد في العصر الحديث، فكانت محطة كبرى في تاريخ الجزائر المحتلة، وقدمت للثورة التحريرية الدعم البشري والمادي. لتصبح بعد الاستقلال عاصمة للطاقة بما حوته من بترول وغاز، فجلب هذا لها الجزائريين من كل أنحاء الوطن، كما أنها الآن تدخل ضمن الاستراتيجية التي تقوم عليها الجزائر الجديدة، حيثما توفره هذه المدينة والولاية من فرص للتنمية في مجالات الفلاحة والصناعة والطاقة والطاقات المتجددة. وبما تتوفر عليه من مؤسسات جامعية تساهم في مد الجهد التنموي بالموارد البشرية والمعرفية والتقنية. تندرج المدرسة العليا للأساتذة بورقلة ضمن المؤسسات العليا التي تتوفر عليها مدينة ورقلة، كما تندرج ضمن السياسات العامة للدولة الجزائرية التي تعمل على فتح المدارس العليا لتقدم تكوينا متميزا للموارد البشرية الذي سيعهد لها بتحقيق الوثبة الحضارية للجزائر. تعمل المدرسة العليا للأساتذة بورقلة مع بقية المدارس تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتكوين الموارد البشرية التي تؤطر عملية التعليم في الأطوار المختلفة. وهذا الأمر ينبع من أهمية المنظومة التربوية التي تعد العمود الفقري للبناء الحضاري، الذي يقوم أول ما يقوم على العنصر البشري، لأن الموارد البشرية التي تحتاجها البلاد تتكون داخل المؤسسات التعليمية التي تزودها بالمعارف والمهارات والقيم. المدرسة العليا للأساتذة بورقلة هي مؤسسة جامعية عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 1584 المؤرخ في 24 رمضان عام 1436 هجري الموافق ل 11 يوليو 2015. المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي، تضمن تكوينا عالي التأهيل لفائدة قطاع التربية الوطنية، حيث تضمن تكوين لمهنة الأستاذ لمختلف الأطوار الابتدائي المتوسط والثانوي في 13 ولاية مجاورة وفقا للتقسيم الإداري الجديد، علاوة على المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها، وكذا نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وبالنسبة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
تساهم المدرسة في الجهد الوطني للبحث العلمي وتطوير التكنولوجي وترقية العلوم والتقنيات، كما تساهم في تثمين نتائج البحث العلمي ونشر الإعلام العلمي والتقني، وكذا المشاركة ضمن المجموعة العلمية الدولية وتبادل المعارف وإثرائها. وتتخذ المدرسة العليا للأساتذة بورقلة من ثانوية المصالحة سابقا مقرا مؤقتا لها في انتظار تجسيد مشروعها ب2000 مقعد بيداغوجي. يضم هذا المرفق العلمي تخصصات عديدة موزعة على الأقسام العلمية والأدبية، حيث يتكون من قسم العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية والأدب العربي واللغات الأجنبية، مع ضمان التكوين في 16 فرعا لتكوين أساتذة الأطوار الثلاث: الابتدائي، المتوسط والثانوي، في تخصصات اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والتاريخ والجغرافيا. هذا الأخير الذي سيتم افتتاحه بعنوان الموسم الجامعي 2022-2023. وقد التحق بالمدرسة منذ افتتاحها 2278 طالبا، وتخرج منها 982 طالبا إلى غاية الموسم الجامعي 2021-2022. يضمن تكوينهم 74 أستاذا، أكثر من 70% منهم حاملين لشهادة الدكتوراه. المدرسة العليا للأساتذة بورقلة كباقي المؤسسات أو كباقي المدارس خارج الجامعة هي مؤسسة تقوم على هيكل إداري منظم وواضح، بداية بمجلس الإدارة ثم مدير المؤسسة، ويعمل تحت إشرافه أو تحت مسؤوليته المباشرة 3 مدراء مساعدون حسب تخصصات كل مدير مساعد وأمين عام، ويتبع كذلك هذا الهيكل الإداري مدير للمكتبة ورؤساء 4 رؤساء أقسام، بالإضافة إلى مديرين مساعدين، الأول مكلف بالمستخدمين والنشاطات العلمية والثقافية والرياضية، ومدير مساعد مكلف بالوسائل والميزانية والوسائل. وتسعى المدرسة إلى ضمان تحصيل علمي عالي الجودة من خلال مسايرة التطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بتوفير الوسائل التعليمية المهمة على غرار المخابر البيداغوجية التي يبلغ عددها 8 مخابر مجهزة بأحدث التجهيزات ومخبرين للغات، علاوة على مخبر للجيولوجيا ومخبر للصوتيات العربية. وتزخر المدرسة العليا للأساتذة بورقلة بمكتبة تضم أكثر من 2800 عنوانا في مختلف التخصصات، و17337 نسخة مجهزة ببرنامج رقمي لتسييرها، وتضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة المكتبة الرقمية اقرأ التي تضم كتب الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، إضافة إلى النظام الوطني للتوثيق عبر الخط الذي يسمح للأساتذة والطلبة بالاطلاع على أغلب المجالات العلمية العالمية وتحميل المقالات مجانا. كما توفر المدرسة العليا للأساتذة قاعة انترنت للطلبة، وقاعة أساتذة مزودة بالانترنت، وقاعتين لتعليم المتلفز.
وتجسيدا لتعليمات السلطة العليا للبلاد بضرورة إيلاء أهمية كبيرة للحياة الطلابية، توفر المدرسة العليا للأساتذة بورقلة الإمكانيات اللازمة لضمان أنشطة علمية ورياضية وثقافية للطلبة من خلال 10 نوادي طلابية. أما على صعيد البحث العلمي، فقد سجلت المدرسة العليا للأساتذة 5 مشاريع بحث تكويني بعنوان الموسمين 2020-2021 و2021-2022. كما تمكن أحد أساتذة المدرسة من اكتشاف عالمي لداء جنون الإبل، ويتعلق الأمر بالدكتور باعثة باب الحاج، والذي يعمل حاليا مع فريقه على إنشاء مخبر بحث علمي بهدف التعمق في هذه الدراسات. وبهدف نشر المعارف والأبحاث، اعتمد المجلس العلمي للمدرسة مجلتين علميتين، إحداهما في العلوم والتكنولوجيا والأخرى في اللغات الأجنبية. أما على صعيد العلاقات الخارجية، فقد أبرمت المدرسة 11 اتفاقية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على مستوى الوطني. كما شرعت المدرسة في التفتح على التعاون الدولي من خلال التسجيل في برامج التبادل الدولي إيراسموس، وكذا إبرام الاتفاقيات. وتنظم النوادي الطلابية بالمدرسة العديد من الأنشطة التحسيسية والتوعية الميدانية داخل المؤسسة وخارجها، كحملات التشجير والتبرع بالدم والمحافظة على البيئة والمحيط وغيرها من الأنشطة الهادفة التي تعزز من التكوين الميداني للطلبة وصقل مواهبهم. كما انفردت المدرسة العليا للأساتذة بتنظيم مسابقة وطنية في تحدي القراءة منذ الموسم الجامعي 2020-2021، حيث يقوم الطلبة المشاركون بتلخيص مجموعة من الكتب بلغت 15 كتابا في الطبعة الأولى من المسابقة، و20 كتابا في الطبعة الثانية، منها 5 كتب في تاريخ الجزائر، بهدف ترسيخ الأسس التاريخية الوطنية لدى الطلبة. إن المجهودات المبذولة من طرف الطاقم الإداري والبيداغوجي بالمدرسة من خلال العمل الجاد والمتواصل من أجل تكوين عالي الجودة للطلبة مع توفير جو أسري لهم وفقا لاستراتيجية محكمة تسعى من خلالها إدارة المدرسة تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة بتكوين طلبة أكفاء متشبعين بالحس الوطني وبمبادئ الثورة التحريرية المجيدة، وواعون بالدور المنوط بهم في سبيل الحفاظ على المكتسبات والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة. وتتطلع إدارة المدرسة العليا للأساتذة إلى تحقيق مشروع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي، والذي من شأنه تحقيق الاستقرار والرفع من الطاقة الاستيعابية للمدرسة وتوفير البنى التحتية الضرورية لاستكمال مسيرة التألق والازدهار. من هنا يبدأ النجاح، من هنا تبنى الجزائر الجديدة.